لو عايزه تعرفي ازاي تعملي لايرنج لاساور الالماظ شوفي الفيديو ده للاخر. جات لنا عميله عندنا في مجوهرات الطويل وهي بتحب جدا الاساور المفتوحه، بس كان عندها مشكله كبيره ان هي مش عارفه ازاي تعمل لهم لايرنج، وهي بتحب جدا تلبس كذا اسوره ورا بعض. فالسيلز تيم وراها فرايتيز كتيره من الاساور المفتوحه اللي موجوده عندنا، وورينا لها كمان ازاي تعمل بيها لايرنج. وانا هنا جاي اقول لكم عشان تبقوا عارفين ازاي تعملوا لايرنج. فمثلا الاشكال الثلاثه دول ممكن تجيبي منهم 2 وتلبسي ما بينهم انسيال تنس، وزي ما احنا قلنا قبل كده ان الاسوره التنس بتليق على اي بيس. وبرضه لازم تبقوا عارفين ان الاساور المفتوحه دي مش كلها ابيض بس، في اصفر وفي روز جولد، في منها الفصوص الراوند وفي منها الفانسي كات، ودي ترندي جدا الفتره دي. ولو انت ما بتحبيش الانسيالات التنس الرفيعه اللي هي فصوص وحايد واتنينات، ممكن تجيبي مكانهم الانسيال الميركل، هيبقى شكله كبير وباين وهينفع جدا في اللايرنج مع الاساور. دول كده الحاجات البيزك اللي ممكن نعمل بيهم لايرنج. لو عايزين تعرفوا اكتر ازاي تعملوا لايرنج ل3 4 اساور ابعتوا لنا في الكومنتس عشان نعملها لكم الفيديو الجاي. وبس كده، كان معاكم دكتور ياسر الطويل وده الجواهرجي. سلام.